الذاكرة عشان تكون قوية بتكون نتيجة مجموعة عادات بنعملها في الروتين اليومي، والنهاردة هنعرف الروتين اليومي اللي بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة والدراسة. بس خليكم معايا لآخر الحلقة. نصحى بدري ونبدأ اليوم بعد صلاة الفجر عشان بيكون نسبة التركيز عالية وبيساعد على استيعاب المعلومات في المذاكرة أسرع. ولما نكرر العادة دي كل يوم في الروتين اليومي هيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. ممارسة الرياضة وقت الصبح عشان الرياضة بتساعد على تنشيط الدورة الدموية ويأثر على عمل المخ، فيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة. والرياضة بتكون عبارة عن مشي 10 دقايق أو ممارسة اليوجا أو عمل أي تمارين رياضية مناسبة للجسم. وفي قنوات كتير باليوتيوب بتساعد على ممارسة الرياضة زي قناة سارة بوب فيت، وهسيب لكم رابط القناة في صندوق الوصف. ولما نكرر العادة دي كل يوم في الروتين اليومي هيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. الاهتمام بوجبة الفطار الصبح عشان بيساعد على زيادة النشاط في الجسم وتقوية المناعة والذاكرة والتركيز. ولما نكرر العادة دي كل يوم في الروتين اليومي هيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. وانصحكم يكون في وجبة الفطار عصير فريش مع المكسرات أو ناكل عيش وبيض وسلطة. وانصحكم بتقليل استهلاك السكريات في وجبة الفطار عشان بيأثر على المخ والذاكرة. عمل ليست بالحاجات المهمة المطلوب نذاكرها وتكون مترقمة ومترتبة من الأهم في المهم، فيساعد على توفير وقت التنفيذ، وده ليه دور كبير في زيادة التركيز على الإنجاز في المذاكرة. ولما نكرر العادة دي كل يوم في الروتين اليومي هيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. الاهتمام بوجبة الغداء ويكون فيها أنواع مختلفة من الخضروات عشان ناخد أكبر كمية من الفيتامينات زي فيتامين A وفيتامين C وفيتامين D وفيتامين E وفيتامين B1 وB2 وأوميجا 3. واتكلمت عن الفيتامينات قبل كده في حلقة وهسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف. وانصحكم بالاهتمام بطبق السلطة عشان تحسين عمل المخ، فيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة. ولما نكرر العادة دي كل يوم في الروتين اليومي هيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. ناخد وقت راحة بعد وجبة الغداء عشان الجسم بيهضم الأكل، فيكون نسبة استيعاب الدروس أقل ونسبة التركيز بتكون قليلة. تحديد وقت المذاكرة ويكون فيه الأدوات المطلوبة جاهزة زي الآلة الحاسبة والمثلث، وده عشان نساعد في توفير الوقت والجهد للمذاكرة، فيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة. ولما نكرر العادة دي كل يوم في الروتين اليومي هيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. الاهتمام بوجبة العشاء وتكون خفيفة زي كوباية زبادي أو طبق فاكهة. وانصحكم تكون وجبة العشاء قبل النوم بساعتين عشان بيأثر على الجهاز الهضمي، ولما تكون الوجبة خفيفة بيساعد على التركيز أكتر في المذاكرة. ولما نكرر العادة دي كل يوم في الروتين اليومي هيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. الاهتمام بعمل نشاط يخليك سعيد زي الرسم أو قراءة جزء من كتاب أو عمل مكالمة تليفونية مع حد بتحبه، فبيساعد على الشعور بالسعادة، وده ليه دور كبير في تحسين عمل المخ ويساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. ولما نكرر العادة دي كل يوم في الروتين اليومي هيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض روتين يومي بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة والدراسة. وانصحكم بالنوم بدري وبلاش السهر عشان بيأثر على خلايا المخ وخلايا الجسم. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع اصحابكم عشان يستفادوا. وعشان القناة تكبر ويبقى فيها حلقات اكتر عايزين دعم ليكم للقناة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله.